السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير. وبعد غياب طويل رجعت ليوتيوب، نتمنى تكونوا ما نسيتونيش. ورجعت لكم بواحد الوصفه اللي زوينه غنحضروا في هذا الفيديو هذا المادلين كيك بطريقه مبسطه وغادي تنفعكم بزاف. الكوتا ديال المدرسه عارف انه دابا الدخول المدرسي وغتحتاجوا بزاف بحال هاد الوصفات، وان شاء الله من هنا لقدام غيكونوا بزاف ديال الافكار اللي غادي ينفعوكم وينفعوا وليداتكم. ما عليكم غير تتبعوا طريقه التحضير، راه سهله ومبسطه وحتى المكونات موجوده في كل بيت. اول حاجه كنبداو بها هو البيض، والبيض ضروري يكون بدرجه حراره المطبخ. انا استعملت 3 صغارين، الا عندكم البيض كبير تقدروا تستعملوا غير 2. وضروري من رشه ملح باش نعدلوا الذوق. من بعد كنضيف كاس مع مرش كاس الا ربع ديال السكر وساشي ديال الفاني. من بعد كنخلطوا هاد المكونات هادو، ما كنبالغوش في الخفق يعني بحال الكيك، غير مهم هو يذوب داك السكر. كنخلطو مزيان حتى كتجانس لينا هاد المكونات وصافي. من بعد كنضيفو ربع كاس ديال الحليب، تقريبا 4 المعالق كبار، وكنعاودو نخلطو مزيان حتى كندخلو الحليب ديالنا مع المكونات الاخرين. ومن بعد كنضيفو كاس مع مرش ديال الزبده مذوبه. يعني انا قبل ما كنبدا المادلين ديالي كنكون ذوبت الزبده وكنخليها باش تاخذ درجه حراره المطبخ، يعني ما كنديروهاش سخونه بزاف حتى كتكون دفات. هنايا درت قسمتها على 2 تقريبا، ضفت النصف الاول ومخلطت مزيان حتى تجانسوا ليا المكونات، عاد ضفت النصف الثاني. كيف ما كتشوفوا راه كنخلط غير بشويه، راه غير كنسرع لكم الفيديو باش تشوفوا. من بعد عاد كنضيفوا الدقيق واخا كنت مغربلاه قبل كنعاود له باش كتكون النتيجه احسن. دقيق حتى جيت كاس وربع، يعني هي 140 غرام. وخلاص المكونات بالغرام غتلقاوها في صندوق الوصف. صافي الدقيق كنضيفوه بالتدريج، ما كنضيفوش دفعه واحده، وكنخلط مزيان حتى كنحس بداك الدقيق داب، وكنبقى عاد كنعاود نضيف. انا هنايا اختاريت المادلين كيك ديالي نديرها بالكاكاو. الا بغيتو تخليوها بالفاني كديروا كاس ونص ديال الدقيق، كنتو غديروها بالكاكاو كما درت انا كديروا كاس وربع ديال الدقيق ومعلقه كبيره ديال الكاكاو اللي هو في المجموع 150 غرام. انا 11 غرام ديال الكاكاو. انا سبق لي حضرتها معكم بمذاق ديال الحامض، وهاد المره قلت علاش لا ما نصاوباش بالكاكاو. صافي من بعد فاش كنضيف داك الكاكاو كنبقى نخلط، وفي نفس الوقت كنضيف الدقيق كيف ما قلت لكم في الاول بالتدريج وانا كنخلط. صافي هنايا كنضيف اخر دفعه ديال الدقيق وكنغربلو ضروري كيف ما قلت لكم. من بعد كنضيف ساشي ديال الخميره الكيماويه الوزن ديالها 8 غرام ولا 7 غرام على حساب اللي عندكم. حتى هي كنغربلوها وصافي وكنخلطو مزيان الخليط ديالنا. وكيف ما كتشوفوا هذا هو القوام المطلوب اللي خصنا نوصلوا ليه، يعني الخليط ما تقيلش بزاف وما خفيفش بزاف. باش كتكتبوا به الشي رقم راه كيتكتب. وهنا ضروري من لا سباتولا هكا كنتاكد ان الدقيق ما بقاش في التحت وصافي. من بعد هنايا كنديروا له بابي اليمونتير وكندخلوه للثلاجه. انا راه ما كانش بقى ليا، ولكن راه ضروري درت له واحد البلاستيكه عاد كندخلها للثلاجه. وهاد المادلين راه ضروري خصنا ندخلوها للثلاجه على الاقل واحد الساعه. الا كنتو زربانين ديروها واحد نص ساعه في المجمد ومن بعد خرجوها، ما تخليوش حتى كيجمد. غير هو الا خليتو ساعه راه كتكون النتيجه احسن. من بعد ما كنخرجها من الثلاجه من بعد ساعه كنعاود نفرغها بلا سباتول من الهواء اللي فيها، ضروري هاد المرحله نديروها. ومن بعد كناخذ المول ديالي، انا عندي المول ديال السيليكون واخا كندير ليه الزبده باش كنتاكد وصافي وكنبدا نعمر المادلين ديالي. كيف ما كتشوفوا ما تنعمرهمش بزاف، ضروري كنخليو شويه ديال الفراغ، كنخليو لهم فين يتنفخوا. في هاد الاثناء هذه اللي كنكون انا كنصاوب المادلين ديالي في المول، كنكونوا دايرين الفران كيسخن
على درجه عاليه يسخن مزيان، سواء الفران ديال الغاز ولا ديال الضوء. الاهم هو انه يكون مسخن من قبل. صافي من بعد ما كنكمل الكميه ديالي كامله، كنخبطها بحال هكا شويه باش كنفرغ منها الهواء، وكندخلوا الفران. من بعد ما كندخلوها كنقصوا درجه الحراره حتى كيطيبوا لنا على خاطرهم، وكنخرجوهم. اصلا ما كياخذوش الوقت بزاف كيف ما كتشوفوا هنايا. من بعد ما طابوا راه بسهوله كيتحيدوا وكيطيبوا مزيان، كيجيو منفوخين. راه هاد الوصفه ناجحه 100%. الا جربتوها بنفس الطريقه اللي درت راه غادي تعجبكم وما غاديش تشبعوا منها، والوليدات الصغار ما غيخليوهمش ليكم، غضطروا تبقاو ديروهم ديما. صافي هنا غنوريكم واحد الطريقه ديال الكلاصاج الا بغيتو ديروها. هي كتبقى غير المهم اختياريه اللي بغى يديرها. هنايا خديت الشكلاط، يعني ذوبته في حمام مائي وخلاص. الشكلاط كيبقى نتوما اللي بغيتو زعما ديروا. انا خديت البيض، ممكن ديروا حتى ممكن تستعملوا حتى شكلاط الكحل ولا اي حاجه كتعجبكم. المهم الطريقه كيف ما كتشوفوا، كناخذ واحد الكميه كنبقى نوزعها هكا بالمعلقه. من بعد كناخذ المادلين ديالي وكنديرها من الفوق. الطريقه اللي ساهله وكيجي زوين بزاف. غير هو هاد الطريقه كتبقى تزين وصافي. انا كنفضل صراحه المادلين يبقى كيف ما هو. وحتى بالنسبه للوليدات الصغار الا غادي تعطيو منهم يديوهم معاهم المدرسه، راه ضروري خصهم يكونوا بلا شكلاط باش ما يذوبوش ليهم هكا. وهنايا طريقه اخرى ممكن تزينوا بها حتى هي. كناخذ الشكلاط نيت وكنحاول ندير غير واحد الجانب كيف ما كتشوفوا في الفيديو، وكناخذ الفيرميسيل ديال الشوكولا وكنديرو. يعني طريقه تزيين اللي هي عاديه وبسيطه باش ننوعوا صافي. انا شي حبات درت ليهم الكلاصاج وشي حبات درت ليهم بحال هكا، وشي حبات عاوتاني زينتهم بالشوكولا الاسود. هنا من بعد واحد ربع ساعه فاش درته في المجمد راه دغيا اصلا كيشد راسو. كنحيدوا المادلين ديالنا اللي درنا لها الكلاصاج. كيف ما كتشوفوا راه كيتحيد بسهوله وتيجي زوين بزاف. وهنا الشكل النهائي ديالنا ديال المادلين كيفاش جا. وحاجه اخرى نسيت ما قلتهاش لكم، راه تعطي كميه وفيره. بالنسبه لهاد المقادير انا اللي درت راه عطاوني 35 حبه، يعني كميه راه مزيانه. هذه المادلين ديالنا ديال الكلاصاج، وهذا المادلين اللي درنا له الشوكولا الاسود صراحه هو جا زوين. وهذا المادلين ديالنا اللي زيناه بشكلاط من جنب. وكلهم صراحه جاو زوينين، غير هكا باش نوعو صافي. شوفوا المادلين ديالنا كيفاش كيجي خفيف ورطب، ما غاديش تشبعوا منه صراحه. كيجي زوين هكا حتى الفطور في الصباح، الكوتي والله الا زوين. كنصحكم انكم تجربوا الوصفه، واللي جربها ما ينساش يقول لي كيف جات معاه. وكيف ما العاده ما تنساونيش من الدعم ديالكم، لايك وكومونتير، واللي ما مشتركش في القناه يشترك. وهنا وريتكم المادلين اللي بالكلاصاج كيفاش كيجي. ونكونوا هكا وصلنا لاخر الفيديو. الى فيديو اخر ان شاء الله.